ايام قليله جدا بتفصلنا عن بدايه كاس العالم للانديه 2023 في السعوديه، فتعالوا احكي لكم كده شويه عن تاريخ البطوله اللي نظامها اتغير اكتر من مره، واحكي لكم كمان عن المحاولات اللي اتعملت على مدار السنين عشان يعملوا بطوله بتجمع الانديه الاقوى في العالم، ونتكلم كمان عن نظام كاس العالم للانديه الجديد اللي هيبدا في نسخه 2025 وهيغير شكل البطوله جذريا وهيخليها شبه كاس العالم للمنتخبات، وبرضه هنقول كده شويه ارقام واحصائيات عن البطوله. الحقيقه اول محاوله لانشاء بطوله بتجمع انديه من بلاد مختلفه اقدم مما نتخيل، لان اول محاوله كانت في 1909 يعني اصلا قبل كاس العالم للمنتخبات ب 21 سنه، والبطوله دي اتعملت في ايطاليا وكان اسمها كاس السير توماس ليبتون، ولو يعني بتشبه على الاسم هو البطوله اتعملت على اسم مخترع شاي ليبتون، والحقيقه هي اتعملت مرتين في تورينو سنه 1909 و1911، وكانت بتتعمل بمشاركه 4 فرق من بلاد مختلفه وكلهم من اوروبا. وبالمناسبه اللي فاز بالنسختين كان نادي من انجلترا اسمه ويست اوكلاند، ويا رب يعني اكون بنطق اسمه صح. وكاس توماس ليبتون ده بيشار لي على انه كان اول محاوله لعمل كاس عالم للانديه. كاس العالم المصغر للانديه بقى كان تاني محاوله لانشاء بطوله بتجمع اقوى انديه العالم، والبطوله دي اتعملت في فنزويلا بدايه من سنه 52 وكانت بتجمع انديه من اوروبا وامريكا الجنوبيه. لكن بعد بدايه دوري ابطال اوروبا سنه 55 البطوله فقدت كتير من اهميتها لحد ما اتلغت تماما سنه 57. يمكن البطوله رجعت تاني في الستينات بس ما كانتش بشكل منتظم وما كانش ليها اي لازمه اطلاقا، خصوصا بعد بدايه كاس الانتركونتيننتال سنه 60، والبطوله دي وقفت تماما سنه 75. وده بقى ياخدنا للكلام عن اول بطوله للانديه تجمع فرق من قارات مختلفه معترف بيها من الفيفا، والكلام ده بينطبق على كاس الانتركونتيننتال اللي بيجمع بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه، والبطوله دي بدات سنه 1960 واستمرت لحد سنه 2004. في الاول البطوله كانت بتتلعب بنظام الذهاب والعوده، لكن بعد كده بقت بتتلعب من لقاء واحد على ارض محايده. وبالمناسبه يعني اول فريق فاز بالبطوله سنه 60 كان ريال مدريد، واخر فريق فاز بيها كان بورتو في 2004. وعلى مدار 43 نسخه في 25 فريق من 11 بلد قدروا يفوزوا بالبطوله. انديه امريكا الجنوبيه فازوا باللقب 22 مره مقابل 21 بس لانديه اوروبا، وده يبين التقارب الكبير في مستوى انديه القارتين في الوقت ده مش زي دلوقتي. سنه 99 بقى الفيفا اعلنت ان هي هتعمل بطوله تجمع بين ابطال كل القارات عشان تحدد مين النادي الاقوى في العالم، بدل ما الحكايه قبل كده كانت محصوره ما بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. واول نسخه بالبطوله بالفعل انطلقت في البرازيل سنه 2000، لكن الحقيقه البطوله دي بالذات كانت فريده من نوعها لان نظامها كان مختلف عن كل البطولات اللي اتعملت بعد كده، لانها اتعملت بمشاركه 8 فرق مش 7 بس، 2 من اوروبا وامريكا اللاتينيه وفرقه واحده من اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه وقاره اوقيانوسيا. والبطوله ساعتها كمان اتلعبت من مجموعتين كل مجموعه فيها 4 فرق مش بنظام خروج المغلوب زي دلوقتي، وكان بيصعد اول كل مجموعه للماتش النهائي وصاحب المركز الثاني بيلعب على الثالث والرابع. المفاجاه بقى ان متصدرين المجموعتين كانوا فاسكو دي جاما وكورينثيانس البرازيليين، واللي كانوا ممثلين لقاره امريكا الجنوبيه. كمان وقتها مانشستر يونايتد خد المركز الثالث في مجموعته وما صعدش حتى عشان يلعب على الثالث والرابع. كمان ريال مدريد وقتها خسر ماتش الثالث والرابع من ممثل امريكا الشماليه. بعد نجاح نسخه البرازيل سنه 2000 كان المفروض ان نسخه 2001 تتلعب في اسبانيا بمشاركه 12 فريق، منهم نادي الزمالك اللي كان بطل كاس الكؤوس الافريقيه، وبالفعل وقتها القرعه اتعملت وكل حاجه اتظبطت، لكن بعدها البطوله اتلغت بسبب انهيار الشركه الراعيه اللي كانت مسؤوله عن تسويق البطوله، ووقتها الفيفا اعلنت ان هي هتاجل البطوله لسنه 2003، وهيشارك في البطوله نفس الفرق اللي كانوا هيشاركوا في نسخه 2001 مش الابطال الجدد لقاراتهم. لكن بعد كده الفيفا الغتها تماما قبل ما ترجع البطوله تاني سنه 2005 بالنظام الجديد، وتلغي كمان كاس الانتركونتيننتال بعد نسخه 2004. النظام الحالي بقى لكاس العالم للانديه انا بشوفه في الحقيقه قمه الظلم. زي ما احنا عارفين هو بيتكون من ابطال القارات الستة مع بطل الدولة المستضيفة. في الدور الاول بيلعب بطل الدولة المستضيفة ضد بطل اوقيانوسيا، وفي الدور الثاني بيلعب بطل اسيا وافريقيا وامريكا الشمالية مع الكسبان من الدور الاول، واللي بيكسب منهم بيصعد لنص النهائي عشان يلاعب بطل امريكا الجنوبية وبطل اوروبا، وبعدها بقى بيتلعب عادي جدا ماتش فاينل وماتش ثالث ورابع. ليه بقى مش شايفه نظام عادل؟ لانه ما ينفعش فريق من اللي لعبوا الدور الاول عشان يوصل للفاينل يلعب 4 ماتشات في 10 ايام زي ما حصل قبل كده مثلا مع الرجاء المغربي او العين الاماراتي. على العموم النسخة الحالية اللي هتتلعب في السعوديه بعد كام يوم هتكون الاخيره بالنظام الحالي، وده ياخدنا بقى للكلام عن النظام الجديد للبطوله اللي هيبدا في 2025 واللي هيشقلب شكل البطوله تماما، وفي رايي هيزود جدا من اهميتها. زي ما قلنا النظام الجديد هيبدا في نسخه 2025 وهيتكون من 32 فريق وهيتلعب كل 4 سنين، نظام بالظبط زي نظام كاس العالم اللي اتلعب لحد 2022. والفرق هتتقسم كالتالي: 12 فريق من اوروبا، اخر 4 ابطال للتشامبيونز ليج، واعلى 8 فرق في التصنيف، ولو فريق كسب الابطال مرتين هيتصفى ما بين الوصيف بتاع النسختين دول، و6 فرق من امريكا الجنوبيه ابطال اخر
اخر 4 نسخ واعلى فرقتين في التصنيف. اما اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه هيكون ليهم 4 مقاعد في البطوله، وهيكونوا طبعا لابطال اخر 4 نسخ في الشامبيونز ليج. اما قاره اوقيانوسيا فهيكون ليها ممثل واحد وهيكون الفريق الاعلى في التصنيف. كده هم 31 فريق، عشان يكملوا 32 فريق هيشارك كمان بطل الدوله المستضيفه. البطوله هتتلعب بنفس نظام كاس العالم، دور مجموعات وبعديها ادوار اقصائيه لحد الفاينل، وده معناه ان البطوله هيبقى ليها تاريخ جديد مختلف تماما عن اللي نعرفه دلوقتي، وفرق اوروبا اكيد هتهتم بيها بشكل اكبر بكتير بدل ما دلوقتي بيعتبروها شبه بطوله وديه. تعالى بقى في الاخر اقول لك شويه ارقام واحصائيات كده عن البطوله. اكتر لاعب كسب كاس العالم للانديه هو توني كروس اللي كسبها 6 مرات، والهداف التاريخي للبطوله هو دون كريستيانو رونالدو اللي سجل 7 اهداف. اما بقى الهداف التاريخي لنسخه واحده فهو لويس سواريز اللي سجل 5 اهداف في نسخه 2015. اكتر لعيبه بقى شاركوا في البطوله هو ثلاثي الاهلي المصري وائل جمعه وحسام عاشور ومحمد ابو تريكه ب 11 لقاء. رونالدو هو اللعيب الوحيد في تاريخ البطوله اللي سجل هاتريك في الفاينل، والكلام ده كان في فاينل 2016 لما ريال مدريد كسب 4-2. وللعلم جوارديولا وانشيلوتي هم المدربين الوحيدين اللي فازوا بالبطوله 3 مرات. وعلى فكره لحد نسخه 2015 كان الهداف التاريخي للبطوله هو ابو تريكه وليونيل ميسي ب4 اهداف. يا رب الفيديو يكون عجبك، وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون بعد نهايه البطوله، وهنتكلم فيه عن تاريخ الاهلي واللعيبه المصريه في كاس العالم للانديه. والقاكم على خير ان شاء الله في حكايات اخرى قادمه.